تفتكروا ان خناقاتكم كأب وأم بتعدي عادي؟ ابنك وبنتك بيشوفوا البيت هو الحصن ده لما بيتهز بالخناق والصوت العالي، ولادكم بيدوروا على أي مكان تاني يحسوا فيه بالأمان. الخناق المستمر وصراعات القوة اللي موجودة في البيت بيخلوا الولاد يحسوا بغربة جوه بيتهم، وده اللي بيخليهم يهربوا لوسائل السوشيال ميديا أو لأصحاب السوق اللي بيسمعوهم بهدوء. طبيعي تختلفوا كأب وأم، بس الاختلاف دوت لازم يكون بعيد عن تواجد الأولاد. بلاش تكسروا هيبة بعض قدام الأولاد. أكبر غلطة هي إن واحد فيكم يحاول يخلي الولاد يكره الطرف التاني أو يقف في صفه. ده بيدمر نفسية الولاد وبيخليهم يفقدوا الثقة فيكم انتم الاتنين. لو حصل واختلفتم قدامهم لازم يشوفوا لحظة التصالح والاعتذار. علموهم إن المشاكل بتتحل بالعقل والاحترام مش بالعند. مهما كانت ضغوط الحياة والمصاريف، خلوا مدخل البيت هو المكان اللي بنسيب فيه مشاكلنا بره، وندخل نكون سكن لبعض ولولادنا.